نيجي بقى لاهم جزء طبعا كلنا بنهتم بيها، الفلوس. هو انا هدفع كام؟ هعمل اعلانات بكام؟ المفروض اصرف قد ايه؟ طب لو هصرف مبلغ معين هرجع كام؟ مهم جدا 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 واحنا بنسعر اي منتج، واحنا لو مثلا بنصنعه او احنا اللي بنستورده او ايا كان، ان انا ابص على هامش ربحي من المنتج ده قد ايه. يعني هنقولها بمثال بسيط، النهارده انا هبيع منتج سعره 100 جنيه، المفروض المنتج ده يكون تصنيعه او جملته عليا او تكلفته عليا كام؟ تكلفته عليك لا تزيد عن 50 جنيه. هتقول لي طب وال 50 جنيه الباقيه دي هتروح فين؟ اقول لحضرتك المفروض انها بتتقسم تقسيمتين. بتتقسم جزء للماركتنج، جزء للاعلانات والمصاريف اللي هتتصرف عشان ابيع المنتج ده، وجزء الهامش ربحي. يعني من الاخر ما ينفعش ابيع منتج انا مكسبي فيه 10 جنيه وانتظر ان انا هكسب واعمل اعلانات. دايما في اغلب الاوقات وبالذات في مجال الخدمات او المجال بتاع المنتجات سوري، لما اكون بماركت على السوشيال ميديا بيبقى دايما نسبه التسويق من توتال الانكم او من توتال العائد الشهري اللي هيحصل من 20 ل 25%. يعني لو انا النهارده صرفت ميزانيه قيمتها 10000 جنيه اعلانات مموله، المفروض احقق نسبه مبيعات اجمالي خلال الشهر ده لا تقل عن 50000 جنيه، والا هكون اللي صرفته انا دفعت من جيبي، انا كده ما استفدتش وما رجعتش اي حاجه من الفلوس اللي انا صرفتها، اللي المفروض انها برضه هتكمل معايا كل شهر على نفس الطريقه. فدي من ضمن الحاجات المهمه جدا.